السعودية هي من هدى روح الكويتيين في الساعات الأولى من الاحتلال. السعودية بذلت الغالي والنفيس بعد الله سبحانه وتعالى في سبيل تحرير الكويت هي ودول الخليج العربي. وبالتالي يأتي أحد الأطراف في مقابلة تلفزيونية ويقول بأن السعودية لوحدها لا تستطيع أن تحرر الكويت، وحنا نقول لك نعم هذا كلام صحيح، لكن خلني أقول لك الكلام الأصح شنو؟ أن لو دول العالم كلها وجيوشها اجتمعت لتحرر الكويت لن تستطيع بعد الله سبحانه وتعالى إلا إذا أمرت السعودية بفتح أراضيها لهذه القوات. هذا هو المنطق. على من تخدعون وتغشون وتضحكون على من هو؟ تراكي نعم إذا بغيتوا تؤلمونا نعم نقولها أبو الفم المليان وبكل اعتزاز. نعم أن الإساءة للسعودية يؤلمنا، نعم الإساءة لدول الخليج يؤلمنا، نعم الإساءة والإهانة لملك المملكة العربية السعودية خادم الحرم الشريفين يؤلمنا ويؤذينا. ومن واجبنا عندما يتخلى رئيس الوزراء بأن يقول كلمة الحق اللي نساها، لا، الرجل يقول كلام آخر ويقول منطق آخر. أنا فقط أبو قول أن تحرير الكويت فتح أراضي المملكة العربية السعودية للقوات تراها جاءت من ملك الأسرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله عندما كان وليا للعهد في تلك الفترة. والآن بعد مرور، احنا احتفلنا من فترة بمرور 20 سنة على تحرير الكويت، يعقل يا رئيس الوزراء بعد 20 سنة اللي احتفلنا فيه يكافئ هذا الأسد الموجود في عرينه عاصمة الرياض الملك عبد الله بن عبد العزيز بأن يطلق عليه كلمة كوهين؟ أنا أقول خسئت يا من أطلقت هذه العبارة. وترى نقول للملك عبد الله لن نعتذر لك يا خادم الحرمين الشريفين إلا عندما نعتذر لأبناء الشعب الكويتي، شعب الوفاء وشعب الكرامة وشعب الحرية، عندما نعتذر لهم وأن نقتص من رئيس الوزراء الفاشل ناصر محمد الذي فشل في إدارة البلد داخليا وخارجيا في ذلك الوقت، عندما نجعله يجلس في قصره بشويخ